يا راجل انت جاي تشتغل ولا جاي تشرب شاي؟ سيبه يا ماجد، سيبه يا ماجد، انا اللي قلت له. يا بابا ايه اللي مش علاقك فوق كده؟ روح انت يا عم مجاهد، روح انت اتغدى وبعدين انا هبقى اناديلك. هذا ساعة البيت. ايه فيها ايه؟ الراجل تعب وبساعده ما فيهاش حاجه، ودي اللي بحرك دمي بدل ما انا قاعد طول النهار زي تمثال بوزه. يا بابا ايه؟ انا جايب الجنايني ده وبدفع له فلوس علشان يشتغل مش يستريح. يا ابني ما فيهاش حاجه لما اساعده، حكيت ساعدته. يا بابا انا شفتك قبل كده واقف في المطبخ وبتساعد الشغاله والسفراجي وما رضيتش اتكلم، لكن توصل انك تتشعلق على السلم. يا بابا حضرتك والدي ولازم مقامك يبقى محفوظ. بطريقتك دي بتاخد الشغالين عليك، وبصراحه ده في اهانه ليا وليك. يا ابني ما فيهاش حاجه لما اساعده، والقلب الحنين يرضى عليه ربنا. كلنا ولاد تسعه. قول لي اخبار حسابات المستشفى ايه؟ مالها حسابات المستشفى؟ بسأل يعني ماشيه كويس؟ الناس اللي ماسكينها عاملينها كويس؟ وده يهمك في ايه يا بابا؟ يعني اذا كانوا مش ماسكينها كويس، مش عارفين ينظموها كويس، اجيلك انا. وانت عارف بقى ابوك خبره 30 سنه في الحسابات، يعني يمسكها لك ما تخرش مليين. ها قلت ايه؟ انا مش شايفه ان بابا عبده اجرم لما سالك على حسابات المستشفى. انت اصلك ما تعرفيش بابا كويس. بابا يحب يدخل نفسه في كل حاجه. عارفه لو اشتغل معانا في الحسابات في المستشفى بالتاكيد مش هتعجبه طريقه الشغل ولا شغل الموظفين، ويمكن كمان ما تعجبوش الطريقه اللي بنحاسب بيها المرضى، فيبتدي يقترح نخفض في سعر ده وفي حساب ده. كل الكلام اللي بتقوله ده ما يعيبش بابا عبده في حاجه، ده معناه انه راجل دقيق في شغله وهيحافظ على مالي ومالك. ده نقطه يا ماجد. ارجوك يا سوزي، دي مساله في منتهى الحساسيه بالنسبه لي. هقول لك ايه بس، عارفه لو بابا اشتغل معايا في المستشفى بالتاكيد هلاقيه في وقت فراغه قاعد يتساهر ويتسامر مع الممرضين والشغالين في المستشفى. ابقى منظري ايه انا البيت الكبير اللي كل الناس بتجري من قدامي لما يلاقوا بابا قاعد يتساهر ويتسامر معاهم، ويمكن كمان يهزر معايا قدامهم. كل الحاجات دي مقدور عليها، ثم ان انت واخد الموضوع بحساسيه شويه. ايه ده؟ ده لو وكل محامي عنه مش هيدافع عنه بالشكل ده. بصراحه بقى انا اللي اقترحت عليه حكايه حسابات المستشفى دي. قولي كده بقى، متفقين سوا عليا. لا يا هانم، ده نقفل المستشفى قبل بابا ما يشتغل في حساباتها. يا ماجد ارحم، بابا عبده بيحب الحركه والشغل، مش احسن ما يشتغل مع حد غريب يمرمط فيه زي ما عمل فيه رفعت واللي معاه؟ فكر يا ماجد، مين اولى بيه، احنا ولا الغريب؟ لا يعني لا، بابا لا يمكن يشتغل معايا في مكان واحد، ثم بلاش يشتغل خالص من اصله. واشتغل في حياته بما فيه الكفايه، وبصراحه بقى اي شغله يشتغلها بابا فيها مساس بيا. ارجوك يا سوزي، دي مساله عائليه خاصه ومن فضلك ما تتدخليش فيها. ما تضيعش وقت وافهمني، خطر علينا ان احنا نتقابل هنا. ولما هو خطر توقعنا في الغلط تاني ليه؟ احمل لك ايه؟ زعلان منه وعمال تزوغ مني زي ما اكون قتلت لك قتيل. ما تفرقش كتير، دخلتني السجن. خيبتك هي اللي دخلتك السجن، حد قال لك تخلي الغفير يشوفك؟ شوف يا اخي، واتاريني انا الغلطان، مش انت اللي انكرت انك بعتني ليلتها؟ يا فتحي يا حبيبي، واحد منا كان لازم يبعد عنه الاتهام عشان يعرف يدافع عن التاني. كان في ايدك تبعد عني انا كمان الاتهام وتلفق سبب اللي بعتلك ليه المشروع. واديك خرجت من السجن، خربت الدنيا يعني. انت لو كنت شفت اللي انا شفته، لو عشت الكام يوم اللي عشتهم في السجن، في رقبتي اعوضك عنهم، بس اديني فرصه افهمك. تاني؟ لا يا عم، انا تبت. اسمع يا فتحي، اذا كنت فاكر انك عشان خرجت من السجن بقيت بريء فتبقى بتحلم. لحد دلوقتي مفيش متهم غيرك، لو طوعتني هجيب لك دليل براءتك. فتح مخك معايا. لا يا عم، انا مخي خلاص تربس زي القفل اللي مفتاحه ضايع. ما تبقاش غبي وتضيع نفسك في لحظه غباوه، انا قلبي عليك. يا سلام على الانسانيه، قلبك عليا انا لوحدي لله كده؟ لا طبعا، عشان براءتك من براءتي. متاسف، انا تبت. ما تزعلش مني بقى يا صاحبي لو اضطريت انفي علاقتي بيك، لو حد من موظفين الشركه جاب سيرتها في التحقيق. ما تزعلش مني لو قلت يلا نفسي. يعني ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي متهم في جنايه، والقانون بيديني الحق ان اوقفك احتياطيا عن العمل لحد ما ينتهي التحقيق. ما تقاطعنيش. قرار الاتهام هيتقدم للمحكمه وحضرتك منور فيه زي القمر في كامل تمامه. مضطر ارفدك. مش معقول طبعا هخلي عندي في الشركه واحد مجرم. وانا كمان هتكلم واقول كل حاجه في التحقيق وعليا وعلى اعدائي، وبعون الله هتغفل على الكل. لا ده كان زمان وجبر، ما عادش ينفع.
دلوقتي هيبقى مجرد تهبيش من واحد حاقد على المدير بتاعه عايز يجرجره معاه. كمل يا رفعت بيه، كمل. لو رجعت تطوع زي الاول 1000 جنيه فتح كلام. دي لازم مصيبه جديده اللي هتدفع فيها 1000 جنيه دي. مش بقول لك عايز اعوضك عن ايام السجن يا توحه؟ 2000 جنيه واتفضل قول. 2000 جنيه واسمعك بتقول موافق؟ موافق ب 3000. موافق وربنا يسامحني، وعهد عليا اخر مره، عهد عليا يا رب اتوب بعد المره دي. عاجبك كده يا بدريه؟ فاتن سقطت في امتحان التجربه. وهو ده اللي مزعل البيت؟ سقطت المرة دي تنجح المرة الجاية. بالبساطه دي؟ ده بدل ما تشد ودانها وتذاكر لها. وانت ما تذاكر لهاش ليه؟ اسيب شغل واقعد اذاكر لها؟ ثم انا بشتغل عشان مين؟ مش عشان كنتوا؟ بدل انت ما تقعدي تتكلمي في التليفونات المده دي كلها من غير لازمه، اقعدي ذاكري لها، اشرحي لها، سمعي لها. انت مش واخده الاعداديه برضه؟ بتعايرني يا رأفت عشان ما كملتش تعليمي؟ انا قعدت من المدرسة عشان اتجوز. بابا وخلاني اصروا يقعدوني عشان طول ما انا رايحة وجاية المدرسة العرسان رايحين جايين على البيت. لولاش حلوة وكل ملهوف عليا كنت كملت تعليمي زي غيري. بقى بابا لو كان هنا مش كان زمانه ذاكر لها؟ المدة اللي قعدها عندنا كانت بتطلع الاولى. البنت اتأخرت في دراستها من زعلها عشان بابا ساب البيت. ايوه، ادخل بقى على السيرة اللي بتلف وتدور عشان توصل لها. زلتني وفضحتني قدام الناس على تصرفاتي مع ابوك. بقيت ماسك ميكروفون حاوي توت، دي تعبة بابا، دي تعبة بابا، لغاية ما الناس افتكرت ان انا السبب. وانت عارف وانا عارفة مين اللي له مصلحة في خروج ابوك من البيت. اهو راح عند الست ايناس ما استحملتوش. بالعكس بقى، بابا عند ناس كان متشال على كفوف الراحة، ما حصلش بينهم اي مشاكل. ما تقولها صراحة، عايز تقول انها احسن مني؟ ما تدور لك انت رخر على دكتورة زيها تتجوزها، لحسن ما بقيناش قد المقام. انت بتتلكك يا ست انت، انا قلت انها احسن منك. انت بتقولي ما استحملتوش، قلت لك ما حصلش بينهم اي مشاكل بس. ولما هم كانوا سمنة على عسل طلعت في مقدر السفر ده ليه؟ كان عندها اعاره البلد تانية وكانت مأجلاها. والكلام يدخل الدماغ، هي اللي ما استحملتوش. اشمعنى يعني ما سمعناش على حكاية الإعارة دي إلا لما أبوك راح عندها؟ تحب اروح اخدها جزء اقلام واعمل لها محضر في الاسم عشان هتسافر وتسيب بابا؟ ثم هو راح فين؟ ما هو راح بيت ابنه برضه. يعني عايز تقول ان ماجد رضي؟ سوزي هي اللي تمسكت بيه. قصدك ايه؟ قصدك تقول ان سوزي كمان احسن مني؟ ارحميني، ارحميني بقى. ما تزعلش قوي كده، بس افكرك باللي هيحصل بينها وبين ابوك. ان شاء الله مش هيحصل اي حاجه. بكره نقعد جنب الحيطه ونسمع الزيطه. ادخل. اهدى يا سوزي، تعالي حبيبتي. ايه الحكايه يا بابا عبده؟ انت النهارده ما خرجتش من الاوضه طول النهار ليه؟ اصل زي ما تقول يعني الكتاب ده شدني فسرق مني الوقت. ما وحشتكش بنتك سوزي تيجي تصبح عليها؟ اصل انا عرفت من عطيات ان في واحده صاحبتك جايه لك، فقلت خليني هنا في اوضتي لحد ما تخرج صاحبتك. طب ولما تخرج ليه؟ ما تيجي تقعد معانا تسلم عليها وندردش سوا يعني. اصل انا قلت يعني تقعدوا تتكلموا على راحتكم مع بعض، وانا راجل عجوز يعني لو قعدت في وسطكم يمكن كلامي ما يعجبكمش ولا يمكن تقع في غرامي. طب يلا يلا قوم نتغدى، يلا قوم. لا معلش انا مش جعان، ماليش نفس، كل انتي. مفيش حاجه اسمها ماليش نفس، انا مش هاكل لما تاكل معايا. طب بقول ايه، ما نستنى ماجد لحد ما يجي؟ اولا ماجد ملوش مواعيد، ثانيا انا بلاحظ كده انك دايما ما بتحبش تاكل معايا. ليه يا بابا عبده؟ اصل لما بقعد على السفره الراجل السفراجي بتاعكوا ده بيبقى واقف، فما بعرفش اكل بحريتي، وده يعني يمكن يغير لكم نظام الاكل ويبقى في احراج في البيت يعني. خلاص يا سيدي، من النهارده انا اللي هحط لك الاكل بنفسي، ومفيش اي حد هيبقى واقف على السفره. ولا اقول لك نعمل تغيير، النهارده نتغدى في الجنينه، انا هسبقك اقول لهم يوضبوا وانت تحصلني على طول، اتفقنا؟ امرك يا سوزي. خارج برضو؟ ايوه النهارده اجازه العياده. عارف، عندي مشوار صغير وبعدين رايح اسهر عند رؤوف. هو صحيح مش جديد عليا انك تخرج لوحدك، لكن كنا بنعزم اصحابنا عندنا هنا، كنا بنقابلهم ساعات في النادي، ده حتى دلوقتي ما بيحصلش. ما اقدرش اعزم حد عندنا وبابا موجود لاننا مش هنخلص،
فكرت طبعا في الكلام اللي انت بتقوليه، لقيت سهري بره ارحم، وهو بيمنع المشاكل بيني وبينه. طب اخرج معاك. احنا بنسهر شله رجاله مع بعض وكلهم متجوزين وبيجيبوا ستاتهم، وهو بابا عبده معاكي بيسليكي. طب اقعد معانا يوم. من حق ان اسهر مع اصحابي بعد يوم عمل مرهق، مستكتر عليا ساعتين افرش فيهم مع اصحابي. مين اصحابك دول؟ هيكونوا اهم مني يعني؟ انا عارف انت بتلفي وتدوري حوالين ايه. علشان تطمني يا ست، انا رايح اسهر مع سمير والدكتور رؤوف ومحسن وواحد جديد ما تعرفوش اسمه محسن علام. استريحتي؟ انا اللي يريحني ان اكون معاك يا ماجد. طب ما تيجي نخرج كلنا سوا، انا وانت وبابا عبده، نروح اي حته. نروح، بس ما حبكش على الساعتين بتوع النهارده. هو النهارده بس؟ ده النهارده وامبارح واول امبارح وبكره وبعد وطول العمر. دي ما بقتش عيشه، دي ما بقتش عيشه. باي باي يا سوزي. قول يا سيدي. في مره واحد ده واحد من الاثنين، يا محسن يا ماجد. انا بقول محسن، ماجد مواعيده اي كلام وما يجيش دلوقتي. تراهن يعني يا سيد توضيب العشاء واجي اشوف الباب. ايه محدش فيكم قادر يفتح؟ يا ابني هي الشقه دي شقتنا. ايوه هفتح اهو. ايه بقى يا فندم؟ اي خدمه؟ شقة الدكتور رؤوف عزت. ايوه. انا والد الدكتور ماجد عبد الحميد. خير، ماجد ماله؟ مش هيجي الليله؟ لا بالعكس، ده هو مديني ميعاد اقابله هنا. اتفضل سعادتك. غريبه، ماجد ما بيديش حد عنوان هنا. ما انا برضو تعبت عقبال ما عثرت عليكم. مش حضرتك بتقول مديك ميعاد هنا؟ انا قصدي يعني تعبت على ما عثرت في العنوان اللي هو اداهولي. اتفضل. قيام يا حضرات، قيام. عبد الحميد بيه والد الدكتور ماجد. اهلا وسهلا، تشرفنا يا فندم. اهلا بيكم. الاستاذ سمير الدكتور محسن باشمهندس علام. ما شاء الله، استاذ دكتور باشمهندس. ناس محترمين. يا فندم؟ لا مفيش حاجه، اتفضلوا جلوس. شقه دي شقه حضرتك؟ بيت واستراحه ومكان تتقابل فيه الشله. انا شايف في ايد حضرتك دبلة جواز. شاتك متجوز؟ وعندي بنت وولد. وقاعدين هنا؟ لا طبعا، الاولاد في البيت. في البيت. وحضراتكم متجوزين؟ طبعا. احدثنا في الجواز الدكتور ماجد. تسمح بالكارت بتاعك؟ شكرا. كارت حضرتك؟ ألف شكر. كارت حضرتك؟ ألف شكر. طبعا حضرتك معاك كارت؟ اتفضل. أكيد طبعا العناوين اللي في الكروت دي عناوين بيوتكم. ايوه طبعا. وحضراتكم بتيجوا هنا كل يوم؟ مش دايما، يوم بعد يوم. بعد إذنكم أنا هعزم ستاتكم وأولادكم يجوا هنا المرة الجاية، ما عندكوش مانع طبعا. صوص ليه؟ اقصد تكسفهم على دمكم، وبدل الوقت اللي بتضيعوه هنا في المسخره والكلام الفاضي تقضوه مع ستاتكم واولادكم في بيوتكم. اكيد حضرتك فاهم غلط. لا اكيد حضرتي فاهم صح. طبعا كل واحد فيكم بيضحك على الست بتاعته ويقول انه مشغول، والمسكينه تقعد في البيت طول النهار والليل بوزها في بوز الحيطان. احنا بنعمل ايه يا عم؟ كل واحد مننا بيتعب في شغله ومن حقه انه يروح عن نفسه شويه. ما قلتش لا، ما تروح عن نفسك يا اخي في بيتك مع اولادك مع مراتك. حد غصب عليك انك تتجوزها؟ حد غصب عليك انك تخلفهم؟ تقعدوا هنا تضحكوا وتفرفشوا وتدخلوا بيوتكم بوزكم شبرين. سوزي مرات ماجد اشتكت لي، ولو اي ست من ستاتكم عارفه عنواني كان جات لي واشتكت لي. هاي، انا اسف اني اتاخر. بابا؟ ازاي ده يحصل؟ انا اللي حط في الموقف ده.
وانا لسه عيل صغير؟ بابا عبده ملوش ذنب يا ماجد، انا السبب، انا المسؤوله. يعني انت اللي قلت له يعمل كده؟ انا ما قلتلوش، انا اشتكيت له منك ومن عمايلك، صعبت عليه فبطيبة قلبه هو اتصرف كده. ادي نتيجه تهورك يا ست هاني، كان لازم تتوقعي التصرف ده منه. انت عامل زي تلميذ خايف في ابتدائي وقالوا له هات ولي امرك. انا اسفه يا ماجد، غصب عني. انا عايزاك يا ماجد، عايزه اشوفك، اقعد معاك، اتكلم معاك. انا زهقت من الحبسه بين البيت والنادي، حتى النادي ما بقتش قادر اروحه بعد ما اصدرت اوامرك اني ما اروحش مع بابا عبده. ما تروحي لوحدك، وانت طول عمرك بتروحي مع بابا عبده؟ بس انا وعدته اني اروح معاه، ولو رحت لوحدي بعد ما وعدته هيفهم انك منعتني اني اروح معاه، وهيصعب عليه منك، وانا مش عايزه كده. ده انت ما بتقعدش معاه وما بتشوفوش خالص يا ماجد. متاسف، اول ما بقعد معاه بيحسسني ان انا لسه عيل صغير في اعدادي. ملاحظات، نصايح، توجيهات، وكله كوم. واللي حصل النهارده كوم. اتاري رأفت كان ليه حق لما ما استحملوش يقعد عنده في البيت. الظاهر ان انا كمان هضطر. ماجد، لو اذيت احساس بابا عبده بكلمه انا اللي هسيب البيت. خير يا محمود، عفاف مالها؟ بتتدلع يا ستي. قال ايه تعبت شويه راسها والف سيف لا تبعت تجيب الست صفاء. هي فين نايمه؟ زمانها سمعت صوتك ومش هتون لما تدخلك. لا خليها مستريحه، انا اللي هدخل لها. تدخلي لها ايه؟ بقول لك بتتدلع، هي اللي هتجيلك. عفاف، وانا هستناك برضه لما تنده. اهلا يا صفاء. اهلا يا عفاف. ايه مالك، حاسه بايه؟ حاسه انك وحشتيني قوي، عملتها حجه عشان تيجي اشوفك. حجه؟ يعني انت مش عيانه؟ ما هي زي الحصان قدامك اهي. اعوذ بالله منك، ما تفولش في وشي يا راجل، يا احسن اتعب بجد. الله، انتوا بتلعبوا بيا؟ انتوا مخبيين حاجه؟ بصراحه بقى قعدنا نتحايل عليك تدينا ميعاد عشان تيجي تقابلي صاحب محمود اللي عايز يطلب ايدك، لو عرتينا وهربتي بدل المره 10. وحس بقى ان الراجل قلق فعفاف فكرت في الحجه دي. اقص عليك يا عفاف، وربنا لا اكون شكاكوا لبابا عبده، ودلوقتي حاجه. هو ايه ده؟ هو دخول الحمام زي خروج وقعدي هنا. انت هتسيب صاحبك قاعد في الصالون ساعه لوحده؟ ما تندهله يجي يقعد معانا هنا. الله، ما تتحرك يا باشمهندس. ايه ده؟ وكمان موجود؟ اقص عليك يا عفاف. ما تتفضل يا استاذ حمدي نقعد مع الولاد، مفيش حد غريب. اتفضل. اتفضل اتفضل يا استاذ حمدي. مساء الخير. اهلا وسهلا. ادي يا سيدي الست صفاء اللي انت سورتني من يوم ما شفتها عايز تقعد وتتكلم معاها. اتفضل اقعد واتكلم بقى. انا سعيد ان حضرتك وافقتي انك تقعدي معانا. بس انا ما كنتش اعرف، وده موضوع هحاسب عليه عفاف ومحمود بعدين. اذا كنت حضرتك متضايقه اقوم. السلام بقى بعد كل اللي عملناه جاي حضرتك بعد دقيقتين تقول لي اقوم؟ ما الهانم متضايقه. لا انا ما قلتش كده، بس كان لازم اعرف على الاقل عشان استعد نفسيا للمقابله. تستعدي نفسيا ولا توحشي نفسك بشويه زواق؟ انت كده حلوه وزي القمر من غير لا باروكه ولا كوافير. عفاف انت عارفه ان انا ما بحبش الهزار. انا بالظبط زي حضرتك ما بحبش الهزار. الله الله، تقعدوا انتوا الاثنين بقى بوسكوا في بوس بعض، كل واحد جوزه شب. ده ايه الهنا اللي هتبقوا فيه ده؟ عفاف ارجوكي ما تسرعيش في الكلام. الله، احنا هنلف وندور ليه؟ اسمعي بقى يا ست صفاء، بصراحه كده الاستاذ حمدي عايز يطلب ايدك، اديني فتحت لك سكه الكلام، اتفضل كمل يا عم. اكمل اقول ايه بقى؟ ما انت قلت كل اللي عاوز اقوله. الهانم عليها الدور في الكلام. عموما ده موضوع الكلام ما يكونش فيه معايا. اتفضل حضرتك قابل والدي بابا عبده، هو اللي له الرأي الأول والأخير في كل شيء في حياتي. وهي دنيا ودايرة بابا عبده، وهي عيشة وأيام بيعدوا، وساعات الدنيا بتهده وساعات بتبوسه على خده. بابا عبده بابا عبده بابا عبده بابا عبده. دنيا ولا صندوق الدنيا، فيها ناس ألماس ناس ألمونيا، ومثل عليا ومثل دنيا، وناس ياخدوا وناس يدوا ما ياخدوا.